الفنانة إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي اتولدت في وهران غرب الجزائر في منطقة اسمها وركلة شمال شرق البلاد. أبوها جزائري وأمها مصرية. أبوها من العلماء وله دور كبير في الإمارات. أبوها كان راجل محترم جدا، هو اللي بنى وزارة الثقافة في أبو ظبي، كان مسؤول الكتب والمنشورات. حصلت الفنانة إيناس مكي على ليسانس آداب جامعة القاهرة. ولدت الفنانة إيناس مكي في 14 يناير 1974 عندها 50 سنة. بدأت حياتها الفنية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. كانت أول مسرحية في حياتها دلوعة يا بيه سنة 1986 بطولة هويدا ومظهر أبو النجا وعلي الشريف، وتوقفت عن التمثيل. عملت دور مذيعة في مسلسل ناس وناس سنة 1989، كما أنها اشتهرت بجملة في مسلسل الحاج متولي مستر حاج عبد الغفور، وده من اشهر ادوارها على الاطلاق. حبها الجمهور بدور الخواجيه اللي قامت بيه في دور لن اعيش في جلباب ابي، لكنها فنانه ذكيه استطاعت ان تخرج من عباءه ادوار فتاه الاجنبيه الانتهازيه اللي عملته في عبد الغفور البرعي او لن اعيش في جلباب ابي دور روزالين اللي اسلمت وسمت نفسها امينه. وعن بدايه الفنانه ايناس مكي فبدات كفتاه اعلانات ثم انتقلت للتمثيل. وعن دور المذيعة اللي قدمته في مسلسل ناس وناس سنة 1989 تأليف أحمد رجب وأحمد راتب وحسن حسني وحسن كامي، كانت بتتكلم عن معاناة الموظف المصري. وعملت دور مذيعة اسمها نانا. سنة 1990 عملت فيلم كباب ولكن مع يونس الشلبي وعايدة رياض وعائشة الكيلاني، كلها كانت أفلام مأولات. واشتغلت في المسرح برهومة أكلته البرومة والناس بتحب كده وكتكوت في المصيدة، ثم اختفت لمدة سنوات وعادت مرة أخرى بدور مميز في مسلسل سرايا حمدين، وجسدت خلاله شخصية جولبهار هانم السلحدار. كما أكدت وقتها أن هي سبب غيابها هو عدم توافر نص أو أعمال تليق بها. تعاونت مع شقيقها الفنان أحمد مكي في فيلم الحاسة السابعة، ولكن التعاون بعد كده لم يتم بينهم بسبب عدم وجود عمل في أفلام شقيقها أو عدم وجود شخصية تناسبها في أعمال شقيقها، موضحة أنه لو احتاجها هيجيبها في أفلام زي ما جابها في فيلم الحاسة السابعة. وأكدت أن شخصية هايدي في الحاسة السابعة من أقرب الشخصيات اللي مثلتها لقلبها. وأكدت أن أخوها الفنان أحمد مكي كمخرج استطاع السيطرة عليها، وصفت إياه بمتعدد المواهب والقادر على النجاح في كل شيء. توفى والدها في دولة الإمارات، وغابت إيناس مكي عن الدفنة. استكملت العمل في مسرحيتها سحر الأحلام، مما أثار غيابها فضول البعض، فخرجت ووضحت السبب قائلة إنها فضلت كتمان الحزن والألم في قلبها وعدم المشاركة في مراسم دفن جثمان والدها بسبب الخوف على العمل بالمسرحية، لأنها من أصحاب الأجور اليومية اللي بيعملوا في المسرحية، وإن والدها علمها المسؤولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصا البسطاء. لذلك كان لزاما عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع إخوتها حتى لا تتوقف المسرحية وتعطيل مصالح هؤلاء العاملين البسطاء وأجورهم اليومية. ظهرت الفنانة إيناس مكي مع والدتها في عيد الأم. والدتها ظهرت نسخة طبق الأصل منها، وفي الساعات القليلة الماضية توفيت والدتها إلى رحمة الله. وقبلها بيوم كانت الفنانة إيناس مكي حاضرة حفل غنائي لحسين الجسمي، مما أثار غضب الجمهور. شاركت الفنانة إيناس مكي في الحاسة السابعة وسمكة واربع قروش وهلو أمريكا وريكلام وأمير الظلام وخالي من الكوليسترول وليلى ساخنة ومحترم الا ربع والصاعقة والبحر بيضحك ليه ولا مؤاخذة يا دعبس. وعن المسلسلات لن أعيش في جلباب أبي، الثعلب سنة 1993، وفي 2009 وتر مشدود، و2010 أغلى من حياتي، و2013 كان يا مكان. بنعزي الفنانة إيناس مكي في والدتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.